فيلم امرأة فوق القمة للمخرج أشرف فهمي، وبطولة نادية الجندي وأحمد بدير ونهلة سلامة. والفيلم بيتكلم عن امرأة متجوزة وشغالة موظفة في شركة، وبتتعرف على راجل غني، والراجل ده بيفضل يلاغيها عشان تتطلق، وفعلا بتتطلق. ولما بتقوله أنا حامل بيسيبها وبياخد ورقتين العرفي، وهي بتقرر إن هي تنتقم. شهر 3 فيلم حسن اللول. حسن اللول من إخراج نادر جلال، وبطولة أحمد زكي وشيرين رضا وعزت أبو عوف. وبيتكلم الفيلم عن سياسي بيتاجر في المخدرات، وبيقف في وشه أحمد زكي عشان هو قتل صديقه وصاحب عمره، لكن بيكتشف إنه هو يبقى أبو البنت اللي بيحبها. شهر 4 معانا فيلم سمكة واربع قروش من إخراج شريف شعبان، وبطولة محمد هنيدي وجلا فهمي وأحمد آدم وعلاء ولي الدين. وبيتكلم الفيلم عن وردة واربع لصوص اللي هم بيقرروا ان هم يسرقوا محل مجوهرات في وسط البلد، ولما بيسرقوا وسط البلد واحد منهم بيخبي المجوهرات، وطول الفيلم بيحاولوا كل واحد فيهم ان هو ياخد المجوهرات لنفسه. شهر 5 فيلم تفاحة من إخراج رأفت الميهي، وبطولة ليلى علوي وماجد المصري وهالة صدقي وماجدة الخطيب. وبتشتغل تفاحة اللي هي ليلى علوي في شركة في وزارة المالية، وبتعاني من المديرة بتاعتها أدرية، وكانت اتجوزت أدرية ديت اتجوزت 9 مرات بس برضه مخلفتش. وماجد المصري ساعتها بيكون متجوز تفاحة، والمديرة أدرية بتاعت تفاحة بتقوله تتجوزها لمدة 9 شهور بس إن هي تخلف. وفي نفس الوقت بتيجي اليونانية اللي بتقوم بيها هالة صدقي إن هي عايزة تتجوز ماجد المصري عشان هو يورثها. قصة الفيلم في إطار كوميدي حوالين ماجد المصري والثلاث ستات. شهر يونيو